أما الليلة يا أهلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان. وفعلا أما الليلة يا أهلي، أما الليلة بجد يفخر بها كل أهلاوي، يفخر بيها كل أهلاوي في كل مكان، مش مصر بس. وهنا عايز أقول لكم على حاجة، كلمني بعد المباراة عشان يبارك لي الصديق الكبير والأهلاوي الكبير في الأردن، السيد سعيد الجعبري، واحد من أعضاء النادي الأهلي القدام، أبا عن جد وعائلة عريقة في الشام. راجل أهلاوي وابنه خالد دعته يحضر الماتش مخصوص، فبيكلمني بعد المباراة بيقول لي أنا ليه أعتاب على الإعلام المصري وتحديدا الإعلام الأهلاوي. ليه يا أستاذ سعيد؟ قال لي ما هو أنتوا بتقولوا الأهلي فرح المصريين والأهلي فرح مصر. الأهلي يا جماعة أكبر من المحلية بتاعته، الأهلي مش إقليمي فقط. الراجل أردني كبير بيقول لي لكنك تتخيل حجم الاتصالات اللي أنا بستقبلها من أهلاوية من كل الدول، بيباركوا له وبنفرح بنهني بعض. فالأهلي ظاهرة أكبر من حدودها الإقليمية، والأهلي قيمته العالمية بقت موجودة بقوة، وتأثيره في المحيط العربي وعشاقه وأهله ومحبيه في كل مكان بقوا أكتر من حدود الإقليمية والمحلية. هي دي قيمة النادي الأهلي. أستاذ سعيد الجعبري ده راجل عضو في النادي، ما عندكوش فكرة حجم الامتنان والفرحة اللي عاشها، وأكيد عاشها الكتير والملايين من الأهلاوية في كل مكان. هي دي قيمة النادي الأهلي. عشان كده النادي الأهلي النهاردة مجلس الإدارة بيعبر عن شكره وتقديره وعظيم امتنانه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعوة أو على التهنئة الرقيقة اللي أعلنها الرئيس عقب انتهاء المباراة للنادي الأهلي وجماهيره، والإشادة بهذا الأداء المتميز والروح العالية في الأداء. كمان عايز أقول لكم إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهو بيثني كثيرا على التنظيم الرائع للمباراة، بيقول لك ده النموذج اللي هيبقى معتمد في تنظيم المباريات والمناسبات الرياضية في مصر. تعاونت كل الجهات، تعاونت كل الأطراف، تعاونت كل الجهات حتى الأمنية اللي مسؤولة في البلاد مع إدارة النادي الأهلي ومع الشركة الأفريقية ومع الاتحاد الأفريقي. في النهاية طلعت الصورة بهذا الشكل الحضاري الرائع جدا في نهائي دوري الأبطال، واللي الأهلي سجل فيه الأرقام القياسية اللي محدش يقدر يعملها إلا الأهلي، الوحيد في الدنيا دي كلها اللي ياخد بطولة أفريقية أو بطولة قارية بجون واحد يدخل في مرماه وبدون أي هزيمة في أي مباراة. بقول لكم أرقام ذهبية جدا لا يقوى عليها إلا النادي الأهلي. عشان كده شفتوا إمام عاشور وهو بيعلن عودته للزمالك وبيريح بقى إخواننا إياهم وكل الهبيدة وكل الناس اللي شغالة هاري وكل الناس اللي عمال تهبط في منطقة أصل مش عارف كلمني وقال لي وقلت له. أهو يا سيدي شفتوا إمام عاشور وهو بيعلن عودته للزمالك وندمان على انه لعب للنادي الاهلي. اعلن كده وهو واقف على السور مع جمهور النادي الاهلي، شايل علم الاهلي بيرقص بيه مع جمهور النادي الاهلي. قال كده وهو بيغني فريق كبير، فريق عظيم بالكوفيه بتاعه النادي الاهلي. قال كده امام عاشور وهو اختار يرجع لمامته بفانيله الاهلي وبفرحه الاهلي وبكاس الاهلي وبالتورتايه في عيد ميلادها عشان يحتفل بيها في الليله الكبيره ديت بعيد ميلاد والدته ربنا يديها الصحه. شفتوا امام عاشور وهو بيعلن عودته للزمالك وبيتكلم بيقول لك انا اسعد واحد في الدنيا، لقب كنت اتمنى احققه في حياتي، ده حلم حياتي واول لقب احققه لدوري الابطال يبقى مع النادي الاهلي. انا سعيد جدا بهذا الجمهور الكبير، سعيد جدا بحب جماهير النادي الاهلي الكبيره ليا، سعيد جدا باللي احنا بنلقاه كفريق. وبيقول انا يعني فخور ان انا لاعب في هذا الجيل، وان احنا بنتطلع ان احنا نعمل حاجه في كاس العالم ان شاء الله، وان احنا هيجي يوم من الايام هننافس على الفوز بكاس العالم. امتى؟ بس في النهايه احنا ماشيين في الطريق الصح. هو ده امام عاشور، وهو ده حبه للاهلي، وهو ده اخلاصه للنادي الاهلي، وهي ديت فرحته وفخره بالنادي الاهلي. لكن اياهم مصممين انه الراجل عايز يرجع وانه ندمان. انا بقول ده علشان يهدوا بقى ويتلموا شويه، وكفايه ضرب واساءه في العلاقه، وكفايه اثاره فتنه، وكفايه محاوله تحريض جماهير النادي الاهلي عليه. احترموا تعاقدات اللعيبه. الاهلي ما يقدرش يعمل كده، ولا اعلام الاهلي ما يقدرش يعمل كده، لا مع ناصر ماهر ولا مع اي حد من ولادنا اللي هم بيلعبوا في نادي الزمالك، وبنتمنى لهم كل التوفيق. هي دي الكوره وهي دي الرياضه وهو ده الاحترام.
من الاخر. على فكره الفرحه الكبيره بتاعت لعيبه النادي الاهلي مستحقه، والكلام حتى لما تشوفوا كهربا انه يقول لك انا عملت اربع نهائيات او 4 بطولات من 5 نهائي لعبتهم مع الاهلي. خدوا بالكم دي ارقام، يعني ارقام عاليه جدا جدا. لانه وبيقول لك انا يعني امام عاشور بالنسبه لي هينجح مع الاهلي، حتى هو بطريقته كهربا قال لك بالعافيه بالذوق هينجح مع النادي الاهلي والناس هتفخر بيه وهتسعد بيه. لكن بيقول لك انا يعني اكتر حاجه بكون حريص عليها ده كهربا، ان انا اللاعب الجديد اعوده على سيستم النادي الاهلي، اعرفه النادي الاهلي كويس عشان يمشي على السكه الصح. هي دي الروح اللي رضا سليم لما اتسال بعد المباراه كهربا قال لك اخويا، كهربا هذا اخويا، يعني قال لك هو مجنون شويه بس احنا واخدين على الجنان بتاعه ده، لكنه ده اخويا، ده اخويا الكبير اللي فعلا بيعمل لنا كل حاجه بتسعدنا. هي دي الروح يا جماعه. اللي حصل ده نتاج هذه الروح. لما رضا سليم تسمعه يقول على احمد نبيل كوكا ده احسن لاعب في مصر الموسم اللي جاي او 26 27، قال لك ده هيبقى احسن لاعب في مصر، ويقول لك ده اخويا الصغير، حتى قال لك ده ابني، فكوكا قال له لا ده انا عندي مش عارف كام، قال له لا انت برضو ابني. بصوا هي دي الروح اللي بتحقق هذا الانجاز. اللي حصل في الاهلي ده مش لا هو قليل ولا بسيط، اللي حصل ده انجاز كبير قوي 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 بارقامه القياسيه، بارقامه القياسيه الكبيره قوي. انت بتحقق بطوله بدون هزيمه، انت بتحقق بطوله يدخل فيك جون واحد، انت تلعب تاخد 4 ألقاب في اخر 5 سنين، تلعب 5 فاينل ورا بعض. يا جماعه الكلام مش سهل ابدا، كلام مش قليل خالص. انت البطوله بتاعتك السنه دي حققت فيها انجازات ومنجزات غير طبيعيه. انت هتلعب ماتش السوبر مع الزمالك بالمناسبه، والاتحاد الافريقي كان واللعبه اللي كان بيقول لك امام عاشور راجع الزمالك، عوده امام عاشور للزمالك، وصفحات الزمالك كلها كمان كانت بتقول لك ايه، خلاص احنا كده هنسامحك يا امام طالما هتعتذر للجمهور، ويلا يا باشا هنستقبلك استقبال الفاتحين. شفتوا انتوا بقى احتفال امام عاشور امبارح بالاميره السمراء؟ خدتوا بالكم؟ شفتوا امام عاشور معانا ايه اللي بيحصل له؟ ايه اللي بيحصل معاه؟ بطولات، بطولات يا جدع، بطولات في النادي الاهلي. عايز بطولات؟ تعالى النادي الاهلي. اي لاعب كده، اي لاعب موجود في مصر عايز تحقق بطولات، عايز تبقى دايما بتحتفل، عايز تبقى دايما على منصات التتويج، تعالى النادي الاهلي. هتلاقي الدنيا ايزي في اللذيذ، هتلاقي البطولات بتيجي كده لوحدها، متتعرفش ازاي، لا مهارة منك ولا حرفانة منك ولا بتنجان. بده بتلاقي كده ربنا مسيرها ميسرها.